السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. كيف حالكم يا أخوان؟ طيبين؟ أنا بعطيكم نصيحة ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. يا أخواني، خلوا عندكم شيء واحد بالحياة، لا تفكرون بشيء أكثر من هذا الشيء، لا تركزون على شيء أكثر من هذا الشيء، وستشكروني بإذن الله. ما هو هذا الشيء؟ ركز دائما أن يرضى عنك الله. خل هذه القضية عندك، يعني هي أكبر القضايا. كيف يرضى عني الله؟ هذا همك الوحيد. والله يا أخواني، والله إذا رضي الله عنك أنت كسبت الدنيا والآخرة. وهذا الشيء يمكن ما يصدق به أصحاب الماديات، لكن نحن نؤمن بهذا، نؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى أن من رضي الله عنه أرضاه. في الدنيا يعطيك الله سبحانه وتعالى ما يصلحك. ما أقول ما تحب، لا، لأنك قد تحب شيئا لا يصلحك، لكن يمشيك الله سبحانه وتعالى على ما يصلحك في الدنيا، وفي الآخرة أنت من الفائزين بلا شك إذا رضي الله عنك. فركز على قضية، هذه القضية التي هي أكبر القضايا. كيف يرضى عني الله؟ دائما فكر فيها. على قولة بعض الشباب، خلها تاكل وتشرب معك هذه القضية. دائما فكر كيف يرضى عني الله، كيف يرضى عني الله. فكر فيها واسعى لتحقيقها، وذلك بالمسارعة إلى ما يرضيه من الأعمال الصالحة، والهرب والفرار من المحرمات التي تغضبه وتسخطه سبحانه وتعالى. وتأكد أنه إذا رضي عنك أرضاك سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وإياكم، إنه جواد كريم.